اهلين حبيبي. منيح. منيح انت؟ يا حبيب قلبي. شو عم يعمل سمير عنا؟ لا بس امه راحت شوي ساعة على الدكتور وقالت لي دير بالي. يا اهلا وسهلا. تقبر قلبي. بديع؟ نعم. اليوم كانت بهيرة خانم عندي. شو الجديد بالموضوع؟ يعني دائما يا انت عندها يا عندي. عم تقول انها طالعة على تدمر. ليش هي كمان عندها براءة ذمة بدها تمضيها من تدمر؟ لا بس عم تقول انه ابن اختها عم يخدم عسكرية هونيك وبدها تطلع تشق عليه واخذة ميكروس كارثة على حسابها وعرضت اذا بتحب تطلع معه. وشو عرف بهيرة خانم بقى انه انا رايح لتدمر؟ انا قلت لها. يا ألفت يا حبيبتي، لك انا هي المخلوقة بالاسانسير ما بقدر اتحملها من طابقنا للطابق الارضي، بدك يعني اتحملها لتدمر روحها رجعة؟ ما بعرف، هذا الموضوع بيرجع لك. بعدين هي مو طالعة لحالها، طالعة معها بدرية وسعدية، يعني أكيد بيحملوا معها كتف وبيخففوا شوي من غلاظتها. طيب أنت بتعرفيها لتدمر؟ بعمري ما شفتها. طيب إذا كانها عم قول إذا وافقت تروح مع بهيرة بتروحي معي؟ إيه يا عمري، ليش لحتى ما أطلع؟ أنا اللي بطلع، بعدين هي عزمتني إلي كمان. وأنت مستر ربيع تروح معنا على تدمر؟ شو رأيك تروح على تدمر؟ ما بحب تدمر. وانا كمان. بيضربون على 20 وظيفة من رفقاتي، يا دوب رح يخلصوا. عم مزح معك جدو، عندي وظيفتين بس وبعد بكرة عندي مذاكرة وبدي ادرسها. على راحتك. ايش؟ وإذا وافقنا نطلع معها ندفع شيء؟ لا طبعا، هي اللي مستاجرة ياكلوا على حسابها وهي اللي عزمت. طيب وإذا رحنا معها بيسر الله مين بده يدفع الغلاء؟ وليش لنتغدى هونيك؟ بناخذ معنا كم سندويشة فلافل وخلصت القصة. والله إذا هيك تغير الميزانية تماما. يعني موافق؟ والله مضطر وافق غصبا عن أنفي، بس إن شاء الله يا رب ما تتغالظ علي طوال الطريق. معلش يا أخي، شو بدنا نعمل؟ نتحملها شوي من شان نوفر أجرة الطلعة. طيب ماشي الحال، قلي لا موافق. ايه يا عمري، ايه يا قلبي، رح قلها.